اقسم بالله العلي العظيم رئيس نادي الزمالك ولا بيتحمل نقد بناء ولا مش بناء. هو مش عايز اي حد ينقده ولا اي حد يقول كلمه يعني تكون عكس اتجاهاته. طيب نمره 3، استاذ احمد جلال ابراهيم قال الراجل ده اتكلم علينا وحش في الاعلام المرئي والمسموع المقروء. طب يا ست المستشار احمد جلال ابراهيم، هو مستشار مرتضى ما اتكلمش على مصر كلها وحش؟ ما اتكلمش عليا وحش وما اتكلمش عليك وحش وما اتكلمش على جلال ابراهيم ابوك وحش المستشار جلال ابراهيم، وما اتكلمش على احمد سليمان وحش وما اتكلمش على هاني عتاوي وحش وما اتكلمش على عبد الله جورج وحش وبعد كده بقى عبد الله كويس دلوقتي، وما اتكلمش على حازم امام وحش وما اتكلمش على حلمي زموره وحش وما اتكلمش على هشام يكن وحش وما اتكلمش على ناس كتير وحش يعني، والناس اللي معاه في المجلس حتى ما اتكلمش عليهم وحش، وعلاء مقلد تم اقالته 20 مره ورجع تاني يعني اللي هو علاء مقلد ما اتكلمش وحش، اتكلم على الناس كلها وحش، واللي تاجر مخدرات واللي بيحط افلام سكس لا مؤاخذه يعني على وزاره الداخليه واللي ما اعرفش ايه الكلام اللي اتقال على احمد سليمان واللي بيتاجر ما اعرفش ايه واللي كل ده هو ده كلام حلو وده كلام حلو. اما اي اعلامي مش هيذيع المؤتمر يبقى قابض يعني كل الاعلاميين مرتشين، الصحفيين مرتشين يعني تلميح حتى بالكلام يعني هل ده يقبل يا جماعه؟ مرتضى خالد غندور يا انا اسف يعني اسف يا قزم، انتهت القصه، مش هتقدر تولع في نادي الزمالك. مرتضى تفضل ما تشتغلش في قناه الزمالك ولا تفضل تشتغل في قناه الزمالك؟ لا ما افضلش اشتغل في قناه الزمالك. ليه؟ لان انا اولا قناه الزمالك يعني انا بحب دايما اكون فير واقول الحمره 2 مش ضامن مع مستشار مرتضى منصور ممكن اقول كلمه يطلع على الهواء يقول لك انت اترفدت من القناه. مرتضى مبسوطين مني صح؟ خالد غندور يا انا اسف يعني اسف يا قزم، انتهت القصه، مش هتقدر تولع في نادي الزمالك. يعني أنا علاقتي برئيس نادي الزمالك علاقة من زمان، علاقة محترمة وفي عشرة. خالد غندور يا أنا آسف يعني آسف يا قزم، انتهت القصة، مش هتقدر تولع في نادي الزمالك. وكان كل الكلام معظم جمهور النادي الأهلي يعني في ناس يعني بتحبك بطريقة، وفي ناس بيبقى في أغراض معينة هدفها ان انا ارحل عن القناه او هدفها بيدوروا على كرامه البني ادم وبيكبروا المواضيع بصوره كبيره جدا. يعني فبصراحه يعني ما حدش يزعل مني، اكيد انا اكتر واحد اقدر احافظ على كرامتي واقدر احافظ وعارف حيثيات الموضوع. وبعدين الواد العبيط ده اللي بيقول لك اعمل جيم مين يا خالد غندور صحيح؟ انت عبيط يالا؟ كرامتي انا اعرف احافظ عليها كويس جدا. جيم مين؟ ده جاب معدات 100,000 جنيه الجهر للنادي. تهبل. كرامتي انا اعرف احافظ عليها كويس جدا. كل واحد يطلع يقول لك اصل هو عمل جيم مين يا اهبل يا عبيط. فهنا اللي انا عايز اوصله اللي قلقان على كرامه خالد الغندور، لا كرامه خالد الغندور محفوظه الحمد لله. انتوا مش عايزين نشتغل. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ احنا عايزين الزمالك احسن نادي في الدنيا. لا مش باين. وعلى السلامه ما تكلمنيش يا احمد وده جدع ده معاك. هز يا خالد هز يا خالد هز. مبسوطين مني صح؟ انا عايز وانا كمان مبسوطه والله. يعني انا علاقتي برئيس نادي الزمالك علاقه من زمان، علاقه محترمه وفي عشره. خالد غندور يا انا اسف يعني اسف يا قزم، انتهت القصه، مش هتقدر تولع في نادي الزمالك. وكان كل الكلام معظم جمهور النادي الاهلي يعني في ناس يعني بتحبك بطريقه، وفي ناس بيبقى في اغراض معينه هدفها ان انا ارحل عن القناه او هدفها بيدوروا على كرامه البني ادم وبيكبروا المواضيع بصوره كبيره جدا. يعني فبصراحه يعني ما حدش يزعل مني، اكيد انا اكتر واحد اقدر احافظ على كرامتي واقدر احافظ وعارف حيثيات الموضوع. وبعدين الواد العبيط ده اللي بيقول لك اعمل جيم مين يا خالد غندور صحيح؟ انت عبيط يالا؟ كرامتي انا اعرف احافظ عليها كويس جدا. جيم مين؟ ده جاب معدات 100,000 جنيه الجهر للنادي. تهبل. كرامتي انا اعرف احافظ عليها كويس.